هي في مباريات كده تحس ان الدنيا فيها دوشة، تحس ان في اعلام عمال ينفخ ينفخ في المباراة، وتلاقي دوشة كبيرة وتلاقي فرح كبير. والله العظيم انا من يومين قريت ان في قمة ما بين النادي الاهلي وما بين بيراميدز، وهم جايبين الحكم اللي حكم نهائي كاس العالم. والله العظيم ما صدقت، والله ما صدقت. قلت يعني خبر فيك من كتر الاخبار اللي بتكون على السوشيال ميديا، والموضوع يخلص وخلاص، واو هبد محلي والدنيا تخلص. لكن اللي انا لقيته النهارده ان الحكم بتاع نهائي كاس العالم جاي بيحكم مباراه الاهلي ومباراه بيراميدز. في ايه يا جماعه؟ ليه يعني؟ ليه كل الضجه وكل الاعلام ده وكل النفخ في المباراه دي؟ انا مش فاهم ليه يعني ما تهدوا يا جماعه شويه على نفسيكم. اهدوا شويه على نفسكم يا جماعه، يعني انا مش فاهم. وبعدين تلاقي تصريحات بقى قويه من الناس اللي كانوا في بيراميدز او من اداره بيراميدز، يقول لك لازم حكم اجنبي عشان هنلاعب النادي الاهلي. لا، اصل النادي الاهلي بيتحكم له، والنادي الاهلي بيجي له حكام واللي. طب ما هو جاي لك حكم اهو. كان في لمسه يد على عمرو السوليه، اتحسبتش اهو. الحكم اهو بتاع نهائي كاس العالم الدولي العالمي اللي ملوش حل اهو هو اللي قال اهو. مش لمسه يد، كان في اوفسايد النهارده اهو، ما قال اهو. هو اللي قال اهو مش اوفسايد، عشان بس ما تجيبوش ايه تمسكوا بقى في الحكام التانية ويقول لك ايه تعالى الحكام المصريين مش عارف عملوا ايه، والحكام المصريين بهدلوا الدنيا، والحكم المصري اهو. الحكم اهو اللي انتوا جايبينه واللي انتوا سقفتوا وقلتوا حكم نهائي كاس العالم. اذا كان في مباراه كاس العالم كان في لمسه يد على منتخب الارجنتين والراجل ما حسبهاش، وفاولات شديده على الارجنتين والحكم ما حسبهاش اهو. لان حكم نهائي اهو دولي اهو عالمي اهو. عشان الحكام المصريين بعد كده لما هيغلطوا او لما يفوتوا حاجه محدش هيعرف يكلمهم، اذا كان الحكم اللي هو الدولي العالمي اللي ما حصلش عمل كده. المهم يا جماعه، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ودوس اللايك اللذيذ، ولو مش مشترك كده حضرتك شرفنا باشتراكك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نحكي حكايه بيراميدز والنادي الاهلي. والنادي الاهلي بيكسب بيراميدز بثلاثيه. النادي الاهلي النهارده بيكسب بيراميدز بثلاثيه، وبيثبت ان الكوره ما بتتلعبش عافيه. مش اوعى يغرك جسمك، لا، الكوره بتتلعب بالعقل اكتر ما تتلعب بالاستحواذ. النادي الاهلي النهارده لعب كوره اوروبيه، فكرني كده بسيموني بتاع اتلتيكو مدريد، يجيب هدف ويقعد يدافع مدى حياته. والخطه اللي كانت محطوطه والتشكيل اللي كان محطوط والفنيات اللي عملها مارسيل كولر النهارده تدرس. النادي الاهلي النهارده قال لهم ازاي تلعبوا المباريات الكبيره اللي انتم شايفينها اصلا كبيره. فالنادي الاهلي النهارده اول ما جاب الهدف الاول رجع يدافع في نص ملعبه، ولكن ما رجعش يدافع بشكل عشوائي، لا، رجع وقف مظبوط. اللعيبه كانت واقفه مظبوطه جدا. على فكره دي تعليمات مدرب، هتجيب هدف هترجع تدافع، هيدخل فيك هدف هترجع تدافع. فالموضوع مش موضوع ان النادي الاهلي جاب هدف ورجع، لا، النادي الاهلي جاب هدف ورجع في نص ملعبه بطريقه احترافيه. قفشه النهارده اللي كان متحرر في منطقه صانع الالعاب، واللي كنت تحس ان هو راس حربه تاني، قفشه النهارده كان داخل بشكل قوي جدا جنب شادي حسين على مستوى الشوط الاول، وكمان على مستوى الشوط الثاني جنب محمد شريف. تغيير حسين الشحات اللا تلقائيه الاضطراريه علشان خاطر طبعا كريم فؤاد كان طبعا يعني الراجل النهارده اتصاب وطلع بعد ما عمل مجهود جامد جدا في اول الشوط الاول. نزل حسين الشحات علشان مارسيل كولر يقدر يشوف هو هيعمل ايه في الشوط الثاني، فعطى ارتياحيه كبيره جدا لمارسيل كولر. على مستوى الشوط الثاني وعلى راي الكابتن مدحت شلبي قال لك في ما بين الشوطين هيكون الكلام طبعا كتير، علشان مارسيل كولر هيبدا يقول بقى هتعمله في الشوط الثاني. الشوط الثاني بقى كان شوط قدر النادي الاهلي ان هو يحضر مظبوط، قدر ان هو يدي البيراميدز الكوره ويقول له العب يا حبيبي يا حبيب قلبي زي ما انت عاوز، ولكن وقت ما هكون عاوز الكوره هجيبها، وقت ما هكون هقطع الكوره هقطعها. ليه بقى؟ النادي الاهلي النهارده الاطراف عنده ما كانتش صاحيه، هو خط الوسط تحرير فكره اليو ديانج وعمرو السوليه ان يبدلوا اماكن، انه يطلعوا قدام بعض. دي فكره قويه جدا، انك هنا مش حاطط حد في نص الملعب. هتشوف ان بيراميدز كان بيضرب دفاعات النادي الاهلي كتيره جدا، وكان بيعدي من ناحيه اليمين وكان بيعدي من ناحيه الشمال، لكن كان بيجي من ناحيه النص من ناحيه اليو ديانج يقول له بس اثبت، اقف عندك هنا يا معلم. ايه يا معلم عاوز اثبت يا معلم، مش هتعدي.
وفعلا اليو ديانج النهارده ما كانش بيعدي حد. على مستوى قلبي الدفاع ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، وان شاء الله محمد عبد المنعم يقوم بالسلامه. النهارده الراجل اتفرم ما بين الشناوي وما بين لاعب كده في بيراميدز. هتلاقي ان الاثنين قلبي دفاع كانوا بيلعبوا بشكل قوي جدا كانهم رقم 6. يعني كانك حاطط 3 رقم 6، وهو ده قلب الدفاع السليم اللي وقت ما بيكون معاك الكوره بيكون في واحد مع الباك، ووقت ما يكونش معاك الكوره وعندك هجمه بتلاقي الاربعه على خط واحد. محمد هاني اللي قام بشكل قوي جدا النهارده في التسليم والتسلم، بالذات بعد خط وسط النادي الاهلي، انه يسلم كوره وانه يطلع قدام عشان يستلم الكوره، كان شكل قوي جدا. علي معلول من الناحيه الثانيه اللي كان بيبتدي ان هو يرفع من نص الملعب، ما كانش بيزيد لقدام علشان يدي عدد زياده في خط الوسط، بالذات في الشوط الثاني. نزول محمد شريف كان عامل شكل قوي جدا في هجوم النادي الاهلي. الف الف مبروك للنادي الاهلي، غلب بيراميدز النهارده بثلاثيه بعد شو اعلامي قوي جدا ما كانش ليه اي لازمه، وحكم نهائي كاس العالم برده ما كانش ليه اي لازمه. بشكركم جدا جدا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.